لو بتجهزي لجهازك اكيد سألتي نفسك السؤال ده قبل كده، الاطباق الميلامين اجيبها في جهازي ولا هتكون مجرد كركبة؟ ناس بتقول انها ضرورية وناس تانية شايفة انها خطر وملهاش اي لازمة، بس الحقيقة الموضوع مش ابيض واسود، وفي تفاصيل كتيرة جدا لازم تعرفيها قبل ما تشتري الميلامين. في الفيديو ده هقولك كل حاجة عن الاطباق الميلامين، مميزاتها، عيوبها، وانهي نوع فعلا يستاهل انك تشتريه. يلا بينا نبدأ، بس قبل اي حاجة لايك للفيديو ده وشير لصاحبتك اللي بتجهز علشان تستفيد. في الاول كده، ايه هو الميلامين؟ الميلامين هو نوع من انواع البلاستيك الصلب، اتصمم علشان يكون بديل امن وخفيف للزجاج والبورسلين. تعالي دلوقتي نتفرج مع بعض على كل الاطباق الميلامين اللي انا جايباها في جهازي، وكملوا الفيديو ده علشان هقول لكم على مميزات وعيوب وطريقة استخدام الميلامين. اول حاجة معايا في الاطباق الميلامين هو السيرفيس ده سيرفيس كده على شكل ورقة شجر، مرسوم عليه كده رسمة هادية وجميلة. حجمه مش كبير قوي على فكرة، هو ممكن يبقى باين ان هو كبير بس هو حجمه مش كبير قوي. ده كنت جايباه من المرشدي وكان سعره تقريبا 110 او 115. شكله جميل قوي وينفع في تقديم حاجات كتير قوي، ينفع مثلا في تقديم السمبوسة، ينفع في تقديم الرولز بتاعة الجبنة مثلا، ينفع في تقديم حاجات كتير جدا، وشكله حلو وهيبقى مختلف على السفرة بتاعتي. تاني حاجة جبتها هو ده. انا بصراحة مش عارفة هستخدمه في المطبخ ولا هستخدمه في الديكور، لسه مش محددة، بس هو شكله عجبني جدا، حسيت ان هو مختلف كده. يعني لو في الديكور انا بفكر ان انا ممكن احط هنا مثلا فواحة اللي هي بتبقى من تحت بالشمعة ومن فوق زيت عطري، ويبقى محطوط كده مثلا على الجزامة. لو في الاكل مثلا ممكن احط هنا بولة شوربة، ممكن رز او ممكن سلطة، يعني ليها افكار كتير. ده شكله. ومن هنا كده في حفر وردة، دي بصراحة اسوأ حاجة في الطبق، يعني انا مش شايفة ان هي حلوة قوي، بس عامة ده شكل الطبق اهو. ده كنت جايباه ب110 من محل اسمه بونجور، موجود في اكتوبر وموجود في النزهة. جبت كمان من بونجور الطبق ده، شكله مختلف جدا، ده خامته ميلامين بس هو واخد شكل الخوص. وبصوا ليه رجل كده من تحت، شكله حلو قوي. حسيت ان هو هيبقى حلو قوي بدل العياشة، يعني ممكن يتقطع عليه العيش كده ويتقدم، او ممكن يتقدم عليه حواوشي، يتقدم فيه مكرونة، يتقدم فيه حاجات كتير، او مثلا في عزومة ممكن تطلعي عليه البانيه. انا جايبة منه 2 عشان لو في عزومة يبقى كويس، لان هو حجمه كبير فكفايه قوي 2 منه. ده حلو قوي بقى في تقديمات زي ما بقول لكم، البانيه، البوفتيك، الكفته، الحاجات دي كلها، او العيش زي ما بقول لكم انا جايباه بدل العياشه. وده سعره كان 70 جنيه برضو من محل بونجور. كلكم اكيد سمعتوا عن ميلامين بالكيلو او صيني بالكيلو، اللي بيبقى مهرجان كده وبيفتح كام يوم في اماكن مختلفه، او في محلات اصلا اوريدي فاتحه ان هي تبيع الميلامين بالكيلو. معرض صيني بالكيلو ده كان بيجي في المنطقه اللي انا ساكنه فيها كتير جدا، ولما بيجي بصراحة كنت بستفيد منه، كنت بجيب منه حاجات كتير قوي. في فيديو مخصوص هعمله عن تجربتي مع صيني بالكيلو واوريكم كل حاجة اشتريتها من عنده، بس دلوقتي هوريكم الميلامين اللي انا جبته من هناك. اول حاجة السيرفيس ده سيرفيس كده كبير، ده بقى العزومة اكيد، او ممكن تطلعي عليه مثلا بيتزا ليكي انتي وجوزك، ممكن كيكة، يعني ينفع في حاجات كتير قوي. بصوا ده شكله. طبعا انا مش هعرف اقول لكم سعره لان زي ما بقول لكم هو كان بالكيلو، وده من فترة كبيرة فانا مش فاكرة حتى سعر الكيلو كان كام. جبت كمان الاطباق دي، تحفة تحفة، شكلها خشبي. لو انتوا بتتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي هتعرفوا ان انا بحب الحاجات الخشب جدا، ويعني نفسي ان الديكور بتاع مطبخي يبقى كله خشبيات، فلما بلاقي حاجة زي كده بتعجبني جدا. ده شكله. ده طبعا ميلامين. تمام، برضو ده كان من صيني بالكيلو وجبت منه 6 قطع اهم، بس حاسه ان الدرجات بتاعتهم مش زي بعض، يعني ده مثلا ده حاساه اغمق من ده. انتوا قولولي كده شايفين برضو زيي ولا ايه؟ اهو جبت منه 6 قطع، شايفين؟ برضو ده من ميلامين بالكيلو او صيني بالكيلو، فانا مش عارفه سعره. جبت كمان الاطباق دي اللي على شكل البيتزا اهي. بصوا ده اول شكل، تحفه جدا، حجمها على فكرة حلو مش صغيرة. الشكل ده انا جايبة منه 2 زي بعض اهم، وجايبة شكلين تاني مختلفين، ده واحد
وده التاني. جبت منه 4 قطع بس، يعني حسيت ان مش مستاهله اجيب منه 6. ممكن مثلا ده تستخدموه جنب البيتزا ان انتوا تقدموا فيه سلطات او صوصات اي حاجه، هيبقى حلو جدا. جايبه كمان السيرفيس ده بيضاوي كده صغير مش كبير بس حلو، يعني حاسه ان ممكن ينفعني في حاجات كتير. ممكن وانتي بتتبلي البانيه بيبقى محتاج حاجه غويطه وواسعه زي كده عشان تاخدي راحتك وانتي بتعمليه في الفيجيتار. حاسه ان هو يعني هينفع في حاجات كتير، حتى لو هتقدميه على السفره او هتقدميه في اي اكل هيبقى لذيذ. جايبه كمان الطبق ده، طبق كبير حلو قوي. بصوا شكله، بصوا فيه تضليعه جميله قوي في القاعده بتاعته. جايبه منه الشكل ده وجايبه منه الشكل ده، بصوا نفس التضليعه بس الوانه عجبتني قوي. ده كان سعره 32 جنيه. جايبه كمان من نفس الشكل ده الطبقين دول، بصوا شايفين شكلها جميل جدا. طبق صغير مش كبير، والتاني زيه بالظبط، وده كان سعره 20 جنيه. جايبه كمان الطبقين دول، شايفين شكله ده مربع وغويط. يعني لما شفتهم تخيلتهم في الكشري فجبت منهم 2 يعني على القد بالظبط. شايفين شكلهم برضو لذيذ اهو. ده كان سعره 35 الواحد، وجبت منه الحجم الصغير بس رسمة تاني، بس كلهم زي ما انتوا شايفين الرسومات متقاربة اهو. ده شكله. جبت منه 2 نفس الشكل، وده كان سعره 22. جبت كمان الاتنين دول ينفعوا للصوصات، حلوين قوي ملامين وحجمهم كويس والطبق غويط، شكلهم لذيذ جدا. مش فاكرة بالسعر، كان تقريبا الواحدة ب10 جنيه. جبت كمان البولة دي، هي صغيرة تنفع للمخلل، تنفع للجبن، تنفع للعسل، للطحينة، لأي حاجة. حجمها مش كبير قوي، من جوه فيها تضليعة خفيفة وفي من جوه فلامينجو. سعرها كان 17 جنيه. جبت الشكل ده وجبت الشكل ده اهم، الاتنين متقاربين جدا من بعض. جبت كمان من ده واحد بس اهو زي ما انتوا شايفين. ده شكله حلو قوي، مستطيل كده وفيه من جوه تضليعة شكلها تحفة. الطبق ده كان سعره 17. جبت كمان الملاحة الخشب دي، تحفة. هي مش خشب، هي ملامين بس شكل خشبي. تنفع ملاحة، حطي هنا ملح وفلفل اسود، او تنفع برضو للصوصات. كنت جايباها من محل بونجور ب40 جنيه. ده شكلها كده. انا عرضت معاكم كل الاطباق الملامين اللي انا جايباها في جهازي. دي ملهاش علاقه بالصواني الملامين، انا بتكلم على الاطباق. الصواني والحاجات بتاعه التقديم دي هتبقى في فيديو تاني لوحدها. انا دلوقتي بتكلم على الاطباق الملامين اللي احنا هناكل فيها. تمام، دي كل الاطباق الملامين اللي انا جبتها في جهازي، كلها عرضتها معاكم. نيجي لاهم نقطه احنا عايزين نعرفها، ايه هي مميزات وعيوب الملامين. هنبدا بالمميزات. اول حاجه ان هو خفيف الوزن. الميلامين يا جماعة وزنه خفيف، عكس البورسلين والازاز والحاجات دي خالص. بالعكس الميلامين بيبقى وزن الطبق خفيف وعملي جدا للاستخدام اليومي. طيب تاني حاجة ان هو ما بيتكسرش بسهولة. الازاز والبورسلين اول ما بنرميهم في الارض او بيقعوا مننا غصب عننا بيتكسروا. الميلامين مش كده، الميلامين شويه بيستحمل معانا، زي ما قلنا هو بلاستيك بس قوي. الميلامين بيبقى ماده مصنوعه من البلاستيك بس بتبقى اقوى شويه، فطبعا بيستحمل شويه معانا. تالت حاجه شكله كويس وفي موديلات كتير زي ما انتم شايفين بتدي شكل انيق للسفره، مثلا زي الشكل الخشب. الشكل الخشب ده من الاشكال بصراحه الحلوه جدا، سواء الشكل ده او الشكل اللي هو منتشر وطالع جديد اكتر، الشكل ده. وبالمناسبة الشكل ده نازل منه حاجات كتير قوي او موديلات كتير قوي، منها المربع، منها المستطيل، منها المدور، البيضاوي، كل الحاجات دي. طبعا لو حابين تشوفوا كل اشكال الاطباق دي هتلاقوها في الفيديو جولة في محل مومنتو عندي على القناة. نزلت لكم جولة في محل مومنتو، هتلاقوا كل اشكال الاطباق الميلامين الخشبي الجديدة في الفيديو ده بالاسعار. يعني انصحكم تروحوا تشوفوا الفيديو لو انتم مهتمين تشتروا اطباق ميلامين بالشكل الخشبي. هتلاقوا في الفيديو ده الاطباق بالاسعار، هتعجبكم قوي. رابع حاجة مناسب جدا لو عندك اطفال، واختيار ممتاز لو عندك عزومة جايلك فيها اطفال، لانه زي ما قلت لكم ان هو مش بيتكسر بسهولة وعملي، فيبقى مناسب جدا مع الاطفال. خامس حاجة الاسعار. اسعار الميلامين تكون كويسة الى حد ما، كويسة مقارنة بالبورسلين والاركوبال، فهي بتكون كويسة.
وبمناسبة الاسعار استنوا الفيديو اللي جاي على طول جولة في ارخص مكان بيبيع الاطباق الميلامين بسعر هيبدأ من 15 جنيه بس. فاشتركوا دلوقتي في القناة وفعلوا زر الجرس علشان اول ما انزل الفيديو يوصل لكم. ودلوقتي هنعرف العيوب بتاعة الاطباق الميلامين. اول عيب وعيب خطير قوي ان هو ما ينفعش يتحط في الميكروويف. قد ايه الاشكال اللي قدامكم حلوة وجميلة وتشد العين جدا، بس للأسف ولا طبق في اللي قدامكم ده هينفع يدخل الميكرويف. ببساطة الأطباق الميلامين ما بينفعش تدخل الميكرويف نهائي، لأن لما بتتعرض للحرارة بيطلع منها مواد ممكن تتفاعل مع الأكل اللي انتي حطاه وتسبب ضرر للصحة كبير جدا. تاني حاجة أو تاني عيب إن هو ممكن يتجرح أو يتبقع مع الوقت، وده بيأثر على الشكل بعد فترة من الاستخدام. طبعا لو بقى خصوصا لو انت جايبة لون فاتح زي الحاجات اللي انا وريتها لكم اللي هي الحاجات دي. بصوا يعني لو عندكم طبق زي ده لونه فاتح كده مثلا، مع الوقت او مع الاستخدام هتلاقوا ان هو لونه اتغير او بقع مكان الاكل طبعا اللي بنحط فيه. ثالث حاجة الاطباق الميلامين مش انسب حاجة خالص للاكل السخن جدا، زي الشوربة السخنة، الرز السخن، الطبيخ السخن، اي حاجة سخنة جدا لسه طالعة من النار الاطباق الميلامين مش صديقتها خالص. فطبعا دي حاجة مهمة. يعني لو هتجيبي الاطباق الميلامين هتبقي عارفة ان انتي هتحطي فيها حاجات باردة، سلطات، مخللات. يعني هتجيبي الاطباق الميلامين للتقديم الحاجات اللي تبقى باردة مش سخنة. انا هقول لكم رايي الشخصي في الاطباق الميلامين. الميلامين اختيار ممتاز وعملي لو هتستخدميه في حاجات معينه. اول حاجه تقديم الاكل اليومي، طبعا اكل بارد مش اكل سخن. تاني حاجه الخروج والرحلات، زي ما قلنا ما بيتكسرش فهيبقى حلو قوي لو انت خارجه او رايحه رحله، يعني هيستحمل معاكي شويه. تالت حاجه العزومات الخفيفه او اللي فيها اطفال. لكن خلي بالك لو هتجيبيه او هتعتمدي عليه بشكل اساسي وناوية تستخدميه في الميكروويف مع اكل سخن جدا، فطبعا منصحكيش تعملي كده خالص. ممكن تعتبري الاطباق الميلامين حاجة اضافية في الجهاز بتاعك لكن مش حاجة اساسية، وده رأيي الشخصي. انا عملت كده فعلا، انا جبت الميلامين اللي قدامكم ده بس، او اللي انا عرضته معاكم يعني طول الفيديو. هي دي الاطباق الميلامين بس اللي انا جبتها في جهازي، وباقي الحاجات الاساسيه الصيني، البورسلين، الازاز اللي هو الاركوبايركس. يعني اكتبوا لي في الكومنتات هل استخدمتوا الميلامين قبل كده ولا لا، وايه رايكم في استخدامه، وهل ناويين تشتروه في جهازكم ولا لا. وبس كده، ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد بنزله في تجهيزات العروسه. واستنوا الفلوج الجاي في ارخص مكان بيبيع الميلامين في مصر. اشوفكم في فيديو جديد قريب. باي باي.